السلام عليكم. انا مصطفى ناجي في حلقه جديده، بس قبل ما ابدا الحلقه دي حابب اشير الى ان في حلقه قبل دي المفروض كانت تنزل، ولكن لاسباب تقنيه قررت اني ما انزلهاش بسبب شويه مشاكل في الجوده والاضاءه وكده يعني. بس الحمد لله ما حليناش المشاكل دي، بس قلنا نصور حلقه جديده. بس كل ده مش مهم، لان حلقه النهارده هتبقى مختلفه شويه. هنتكلم فيها عن جرائم ارتكبها فضول الانسان للبحث والتطور العلمي، واللي للاسف كانت على حساب بشر برضه. وطبقا لمقوله الغايه تبرر الوسيله، فالوسيله هنا كانت دمويه جدا جدا جدا. والنهارده هنتكلم عن 3 تجارب بتوضح النقطه دي. يلا بينا نبدا. واحد من أسوأ وأكتر البشر حقارة على مر التاريخ. الراجل ده وأنا بعمل بحث عنه، لا هو راجل إيه؟ الحيوان ده وأنا بعمل بحث عنه ما كنتش مصدق إن في إنسان بالقرف ده. خليني ما أطولش عليك وأحكي لك قصة جوزيف. اسمه جوزيف مينجل، طبيب ألماني اتولد سنة 1911، درس الفلسفة في ميونخ وحصل على شهادة الطب من جامعة فرانكفورت سنة 1933. انضم للحزب النازي في 1937، وقبل 3 سنين بالظبط من انضمامه، يعني في سنة 1934 بالتحديد، اتعين جوزيف رئيس الأطباء في معسكر بريكناو، وده ببساطة موقع للاحتجاز القسري لأسر الحرب. ومن هنا بتبدا جرائم جوزيف الحقيقيه، لانه شاف المعسكر هو فرصه لتجاربه المجنونه، بسبب ان هو كان شايف ان اي حد خارج العرق الالماني هو اقل منزله من البشر. وده اللي خلاه يبدا التجارب بتاعته عشان يكتشف وسائل لزياده الخصوبه بهدف تحسين العرق الالماني. كان بيحقن الضحايا بمواد غير معروفه، ده غير انه كان بيجبرهم على استخدام محاليل بتؤدي للعمى بشكل كامل او جزئي في بعض الاحيان. جوزيف كان عنده مبدا غريب شويه، وهو انه كان شايف ان القتل هو الحل لاي حاجه بتحصل جوه المعسكر. في وقت من الاوقات انتشر مرض جوه المعسكر اسمه التيفوس. هتقولي طبعا بما انه دكتور يعني، فهو على الاقل بعد كل التجارب المجنونه دي بيعرف يعالج شويه، تمام. بس ده غلط، رغم انه تفكير منطقي بالمناسبه. بس جوزيف كان شايف غير كده. جوزيف قرر ان هو يعدم 600 امراه موجوده جوه المعسكر، وعشان تبقى معايا في الصوره، جوزيف وصل عدد ضحاياه لاكثر من 400 الف انسان، عشان يسجل جوزيف انه واحد من ابشع واسوا البشر والقتله على مر التاريخ. لو فاكر انك شخص مثالي عشان مثلا مش بتعمل اي حاجه بيعملها اي حد غني او ما عندوش القدره انه يعملها، فمارينا ابراموفيتش اثبتت عكس كده. مارينا ابراموفيتش هي فنانه استعراضيه قررت سنه 1934 انها تعمل تجربه، واللي هي عباره عن انها هتقف 6 ساعات من غير ما تتحرك بشكل نهائي. هل كده بس؟ لا، هتخلي الجمهور يعمل فيها اي حاجه. اي حاجه اي حاجه؟ ايوه، اي حاجه. حتى كمان هي مضت على وثيقه بتقول انها مش هتقاضي اي شخص يأذيها طول ساعات التجربه، وجابت ترابيزه جنبها وحطت عليها اللي هقوله لك دلوقتي: سكينه ومسدس وحبر وورد ومكان حلاقه. ما تستغربش، هي عملت كده فعلا. وبدات التجربه. في اول ساعه للتجربه الموضوع كان ماشي بشكل طبيعي والدنيا تمام، يعني في اللي لعب في شعرها، في اللي اداها بوسه، وما تبصليش كده يعني، انا بحكي لك اللي حصل، تمام. بس ده ما طولش كتير، لان بعد ما الجمهور اتاكد انها فعلا مش هتاذي اي حد، بعد ما كتبت الاقرار بدأت غريزة الاستغلال عند البشر تظهر. الناس اللي موجودة بقوا عدوانيين بشكل غير طبيعي، قطعوا هدومها، بدأوا يرسموا على وشها ويقصوا شعرها، في اللي مسك شفرات الحلاقة وقعد يجرحها، لدرجة ان في حد مسك المسدس اللي على الترابيزة ووجهه ناحية راسها، بس واحد من الموجودين اتدخل واخد منه المسدس. مارينا حست بالضعف وحست ان هي حطت نفسها في موقف من ابشع المواقف اللي هتمر بيها في حياتها، فبدأت عينيها تنزل دموع وتعيط، وده اللي خلى كام بنت من اللي واقفين يجيبوا لها لبس ويحاولوا يهدوها. في نهاية التجربة ولما خلصت، وضحت مارينا ان هدفها من التجربة انها تثبت ان الناس مهما اختلفت سنهم او معتقداتهم او حتى جنسهم، فهم قادرين على ارتكاب ابشع الجرائم لو تهيأت ليهم الظروف. خلينا متفقين ان القرن العشرين ورغم انه كان مليان حروب كتيره وعمليات قتل شعوب بيولوجيا، الا انه كان مليان بالاكتشافات العلميه اللي غيرت شكل حياتنا دلوقتي. بس ساعات الفضول الانساني بيزيد عن حده، لدرجه ان العالم عشان يثبت نظريته ممكن يضحي باي حاجه حتى لو كان ابنه. حكايتنا بتبدا مع العالم ويلفريد مايلز كيلوم، اللي قرر انه يعمل دراسه عن التاثير البيئي على السلوك المبكر للطفل. ويلفريد كان دايما منبهر بوجه الشبه ما بين الانسان والقرود، وازاي في تشابه كبير قوي كده ما بينهم، وهل لو في قرد اتربى في بيئه فيها طفل بشري بنفس التربيه ونفس الاسلوب هيبقى انسان في صفاته ولا لا. وجاب طفل شمبانزي عشان يبدا بيها التجربه، وكان اسمها جوا، كانت قرده مش قرد عموما يعني. حاول ويل ان هو يدور على اي مؤسسه تمول ابحاثه، بس محدش وافق. قرر انه يروح رياض اطفال، حضانه يعني، ويعرض عليهم الفكره، بس برضو فكره قبلت بالرفض. وهنا قرر ويل ان هو يعمل اسوأ فكره ممكن تيجي في دماغه. هو قرر انه يعمل التجربه في بيته مع ابنه الصغير دونالد. ودونالد هو ابن ويلفريد اللي عنده 2 سنين، هيكون هو العنصر الاساسي اللي القرد هيتعلم منه ازاي يبقى طفل بشري. انا اقول لك ان ويلفريد كان مؤمن بنظريه التطور اللي عملها داروين. لا مش ده، ايوه هو ده، في كتاب اصل الانواع. عشان كده ويل كان متاكد من نجاح التجربه دي بشكل كبير، وانها هتكون ثوره في الحياه على الكوكب كله ما بين البشر والحيوانات. وبدات التجربه سنه 1931. ويلفريد راح قال لابنه دونالد اللي عنده 2 سنين ان القرده دي هتبقى اختك واللي اسمها جوا. وطبعا دونالد الطفل الصغير اللي عنده 2 سنين شاف ابوه بيقول له الكلام ده،
هو طبعا ما فهمش اي حاجه، بس تمام يعني هو ضحك. المهم من سنه 1931 ل 1932 التجربه كانت بتتعمل، ويلفريد كان بيعاملهم نفس المعامله بالظبط، وكانوا بياخدوا نفس الاهتمام والحب والرعايه من الاب والام، وحتى الاكل كان واحد يوم هما الاثنين. رغم ان دونالد كان عنده سنتين وجوا كان عندها 7 شهور بس، الا ان ويلفريد شاف ان استجابتها كانت اعلى من ابن دونالد، ومعدل ذكائها كان اعلى شويه. وقبل ما تنبهر خليني اقول لك ان ده طبيعي، لان الحيوان عموما بيتولد في بيئه اشد خطوره من الانسان، وده اللي بيخليه مع مرور الاجيال بيبقى مجبر ان هو يتاقلم مع الظروف المحيطه بيه في اسرع وقت. بس رغم كده ورغم قدرتها، الا ان قدرتها في الفهم والاستيعاب كانت اقل بكتير من دونالد ابن. والاختبارات اللي تمت زي التعرف على المكعبات او الاشكال الهندسيه اثبتت الفرق بين الانسان والحيوان بشكل كبير. ايوه، طب ايه هي النتيجه النهائيه للتجربه؟ ويلفريد بدا يلاحظ ان التطور اللغوي عند ابنه كان مختلف عن باقي الاطفال في سنه. النظريه اثرت بنتيجه عكسيه، فبدل ما تاثر على طفل القرد ان هو يكون شبه طفل الانسان، هي اثرت على الانسان خليته شبه القرد، لان دونالد كان بيلجأ للاشاره والصراخ زي القرود طول السنه اللي كان موجود فيها مع جو. ده غير انه في مره شافه بيتحرك على ايديه ورجليه ويطلب الاكل بانه يضرب كفيه بسرعه زي القرود. وهنا ادرك ان هو ارتكب كارثه في حق ابنه، قرر ان هو ينهي التجربه فورا، واخد جو ووداها ملجأ للحيوانات المشرده. وبس يا سيدي، دي كانت حلقه دارك شويه، يعني كنت مستمتع بصراحه وانا بكتبها. فلو الحلقه عجبتك اعمل لايك وسبسكرايب وشير، ولو ما عجبتكش اعمل شير بس، يعني مش مهم، وحط لايك وسبسكرايب برضو.